السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة والعافية. إن شاء الله نكمل الجزء الثاني من قاعدة تجهيز الخيل العربية لبطولات الجمع. مثل ما تكلمنا في الجزء الأول اللي هي عن نفسية الخيل، وإن شاء الله حنكمل عن التغذية بشكل مبسط، وإن شاء الله يكون الشرح واضح ومفهوم للجميع. ونبتدي إن شاء الله بالصلاة على نبينا محمد. من أهم القواعد في التغذية لابد أن يعني أي واحد يعرف هذه القواعد أساس يكون فاهم شلون يتعامل في تغذية الخيل. من هي تقريبا خمسة قواعد أساسية ومهمة جدا. من القواعد اللي هي نوع الوجبة، كمية الوجبة، عدد الوجبات، ووقت الوجبة، والأخيرة هي مكملات، شنو اللي يحتاجه من المكملات وقت التجهيز. من الأشياء الخمسة هذين جدا 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 مهمين. فإن شاء الله بنتكلم عن يعني ليش قلت مثلا نوع الوجبة وبنحط التفاصيل، وكمية الوجبة شنو التفاصيل، عدد الوجبات بشكل مبسط، وكل مدرب عارف شنو اللي بقصده وبيفهم وهو بيرتب أموره إن شاء الله في هذه الأمور. طبعا قبل أن نبدي على قواعد التغذية، في أشياء أساسية قبل أحط مثل ما قلت الأشياء اللي ذكرتها سابقا. لازم نعرف أن الخيل هي من الأشياء الأساسية تاكل 3 وجبات في اليوم. هي 3 وجبات في اليوم، هي وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء أو المغرب، زائدا اللي هي الألياف أو الحشائش، خلينا نقول اللي فيها البرسيم، الرودس، الهي. فهذه الأشياء اللي الخيل تتحرك أو ما تتحرك، خلينا نقول تتحرك شيء بسيط أو ما تتحرك، فيكون هذا الشيء في التغذية. أما خلينا نتكلم في القواعد، لابد أنا أعرف نوع الوجبة. لازم أعرف أن الحصان حاليا شنو اللي يحتاجه. هل هو تضخيم؟ لازم يكون نوعية الوجبة تكون حق التضخيم. حق التنشيف لابد أن التغذية تكون حق التنشيف. الوجبة الثالثة خلينا نقول شنو هي أو المرحلة الثالثة اللي هي محافظة عليه. يعني خلاص أنا ضخمت عقب نشفت كل شيء بارز، بحافظ عليه، فحطي تغذية معينة حق محافظة على هذا المخلوق الجميل. فأبدي من بطولة لبطولة محافظ عليه وحاطة برنامج. هذه من القواعد اللي هي النوع الوجبة. أما القاعدة الثانية هي كمية الوجبة. الكمية الوجبة شنو أسباب أن أنا كمية الوجبة؟ هل الحصان يستحق في الوجبة كيلو، كيلو ونص، كيلوين، على 3 وجبات اللي احنا تكلمنا الحين اللي هي وجبات الأساسية. فلا بد أن أنا أعرف أن الحصان كم يستحق في الأكل. هل كيلو، كيلو ونص، كيلوين، في بعضهم كيلوين ونص، على حسب التمارين. طبعا مواضيع التمارين بتكلم فيه بعدين. القاعدة الثالثة اللي هي عدد الوجبات. عدد الوجبات. الأسباب، هل الحصان يستفيد من التغذية ولا ما يستفيد؟ بعض الخيل نعطيه وجبات الله عزكم كله في الروث، فما يستفيد، الجسم يتغير. فأحول نفس الكمية، مثلا خلينا نقول مثال بسيط، إن الحصان يأكل 6 كيلو، أحول 6 كيلو إلى 4 وجبات أو 5 وجبات ل6 وجبات، ما عندي مشكلة. تقل الكمية بتكون الفائدة أكثر، على أساس أن الحصان يستفيد. خصوصا في التضخيم، هذه أفضل وسيلة أو أفضل طريقة للتضخيم وفائدة للحصان في الجسم، يستفيد أكثر. والقاعدة الرابعة هي من أهم القواعد بالنسبة لي، وقت الوجبة.
وقت الوجبة شيء جدا جدا مهم. يعني مثلا خلينا نقول أنا أعطي الخيل 3 وجبات. إن مثلا الخيل تاكل الساعة 6 الصبح وجبة الفطور، تاكل وجبة الغداء 12 أو 12 ونص، خلينا نقول 12، ووجبة العشاء تاكل 6 المغرب. خلاص هذا يكون تيم أو توقيت مهم جدا، كل يوم ياكل نفس التوقيت لا يتغير عليه الأسباب. لأن الخيل سبحان الله نفس التوقيت يفرز أحماض في المعدة على أساس تكون تسهيل عملية الهضم. فإذا أنا تأخرت عليه وايد، تأخرت، احتمال يوصل إلى ترتفع عنده الأحماض، تصير عنده مشكلة، أو يوصل لمرحلة القرحة أو أساليب ثانية، يبتدي يتعلم أطباع بعد دايما مو بزينة. الأسباب مثلا يتعلم يشفط هواء بيبرد على المعدة لأنه مرتفع عنده الأحماض. عندك تكون سلوكيات متوحشة، الأسباب من زود الأحماض قاعدة ترتفع، قاعدة ضايقة، فيكون مزاجه غير لائق. فهذه الأشياء مثلا اللي تكلمنا عنهم احنا 4 الأشياء المهمة لازم تركز عليها على أساس تعرف شلون تتعامل مع الخيل. القاعدة الأخيرة اللي هي قاعدة المكملات. المكملات من أشياء جدا جدا مهمة، مثل ما ذكرنا في الأشياء السابقة دائما بعد مهمة من القواعد. ف المكملات طبعا في من أشياء المهمة الأملاح. عندك خصوصا أن احنا دائما أكثر في الخليج، أكثر أوقاتنا الجو حار، تحتاج أن تفقد سوائل، فتحتاج أملاح، تحتاج فيتامينات، وتحتاج معادن، فتحتاج أيضا. عندك مثلا إذا ضغط بالعمل، عندك المغذي للمفاصل على أساس ما عندنا مشاكل في الجوينتات أو في مثل ما ذكرت المفاصل. في بعض الخيل تحتاج إلى الفيتامين شامل أو برايمر إي، فمن المكملات مهمة جدا. وعندك بعض الخيل تحتاج بعض طبعا القليل ماسل ميكر اللي هي تساعد على التكوين أو تساعد على إحياء أنسجة العضلية فترة مؤقتة يحددها المدرب، فتشوف شنو المدرب شنو اللي يحتاجه. عندك الزيوت من الأشياء المهمة جدا، من فيها من فيتامينات مثل الأوميجا 3، أوميجا 6، أوميجا 9. في أشياء وايد مهمة. عندك هي طاقة باردة، فالخيل إذا تفقد الطاقة في جسمها فتحول الزيوت إلى طاقة، فهذه كل الأمور يحددها المدرب. فإن شاء الله بنتكلم أيضا عن الخلطات عشان نعرف شنو نحتاجه من الخلطات على أساس نحدد اللي يحتاجه طبعا ويحددها المدرب. الخلطات هي مثلا بعد تتقسم إلى 3 أقسام، اللي هي الكربوهيدرات، البروتين، الألياف، وزائدا مثل ما ذكرت السابق فيه فيتامينات ومعادن، هذه يحددها طبعا المدرب أو المجهز. طبعا المصدر اللي هو الكربوهيدرات، المصدر للتضخيم للتضخيم زائدا طاقة. عندك البروتين يعطيك عضل صافي، فلا بفري كنترول ما بين الكربوهيدرات، متى تحتاج الكربوهيدرات عالية، متى تحتاج البروتين عالي. زائدا عندك الألياف مغذي قوي للعضلات، زائدا يشيل لك مثلا أي التعب أو الإرهاق في العضلات كمغذي أساسي. وزائدا الجلد وما جلد يعطيك لمعة ما لمعة، فدي الأمور خصوصا في البرسيم وغيره. فهذه الأشياء يحددها. بس عندك أنا ذكرت أشياء بسيطة. طبعا يعني سؤال قال إذا ممكن تتكلم في نفس الأجزاء هذه عن الهرمونات لتجهيز الخيل العربي للبطولات. من بعض الشباب يأيدون استخدام الهرمونات في التجهيز،
فأعطيته الجواب، قال أتمنى أن تتكلم في نفس الموضوع على أساس أن تكون الفائدة للجميع. فطبعا وجهة نظري احتراما للجميع، فعندي أنه الهرمونات بلغة الضعفاء. أما تقدر تستخدم الجروث هرمون حق الصغار، المهور الصغيرة أو المهارات إذا عندهم مشكلة في النمو، فبعد مراجعة الطبيب البيطري وهو اللي يتابع على أساس إنه في كورس معين، مثل يستخدمون GH وغيره، على أساس إنه يساعد. هي فترة علاج فقط يعني. أما للتجهيز كان عندك وقتك يا أخي، 3 شهور 4 أشهر 5 أشهر جهز، لأن الهرمون يسبب مشاكل كثيرة للخيل، من ضمنها العقم، للأفراس، للأفحل، يسبب هيجان لدرجة أن يفور دم، يتعلم الهجوم سواء من الأفرس أو الأفحل يعني، حتى المهور، خصوصا وقت البلوغ. فتعرف وقت البلوغ يكون دمه طايش. فأنا ما أيد الهرمونات ولا 1%، إلا في حالة عندك مشكلة إنه يكون لابد إن معاك طبيب بيطري اللي يتابع وياك أول بأول، خصوصا إذا كان مختص، على أساس حيث يفيدك ويحافظ على صحة الخيل، لأن صحة الخيل فوق كل شيء. وإن شاء الله فدناكم بهذا البرنامج. والجزء الثاني يبقى عندنا أجزاء ثانية، هل بيكون جزء ثالث أو رابع الله أعلم على حسب الشرح. إنزين إن شاء الله فدناكم، وإن شاء الله يكون كلامي واضح وكلامي يوصل للجميع، بيكون فائدة للجميع. ومثل ما ذكرت لكم في السابق، عندكم أي إضافات بتضيفون لنا، كلنا نتعلم من بعض. أي استفسارات تحت أمر الجميع. مثل ما قلت لكم، مع التحيات أخوكم سامي الرئيس، وإن شاء الله أننا لقاء الجزء اللي بعده.